شخص بيجي يقول لزوجته لما تيجي تطبخ تزود مثلا في الطبخه طبق عشان ياكل امه معاه. طيب تمام. الزوجه ممتنعه. هي بتقتنع بتقول انا عايز اعمل اكل على قد بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بحجه انها تاخد مثلا حريتها في الشقه او كده، مع ان الزوجه مثلا الام بتاكل مثلا وتقعد نص ساعه بالكتير قوي وتنصرف. هذه الزوجة ليست بطيبة، الزمها إلزاما. تمام. خذ من الطعام أنت واعطي أمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي بتطبخ على قد بس يا شيخ، يعني هي يا عمي ده زود نصف كيلو بطاطس ولا نصف كيلو قل قاس على الطعام، ما تسمع كلام زوجتك، الله لا يبتليك. جزاك الله خير. يضغط على هذه المرأة التي عندك. جزاك الله خير. امرأة ليست بالطيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاك الله خير. وإياك مالك كده، أنت وصل بك الأمر كده، اترك طعامك وأعطي أكلك لأمك. اقترحت عليها كده يا شيخ، قالت ولا تقترح عليها، الله يهديها لها انا هدي امي اكل، هدي امي اكلي. قالت لا، ما الموضوع يقف عند الطلاق، هم مش موافقين، يعني الاهل كلهم ممتنعين عن الموضوع ده. ممتنعين عن ايه؟ ممتنعين ان هي ما تعملش، يعني حقها انها ما تعملش. والله انصحها، طيب تزوج زوجة تانية طيبة تعمل لك ولامك فايدة، ومن حقك تتزوج خلاص. جزاك الله خير. الله ربنا يعينك وتزوج زوجة تانية طيبة بنت حلال تخدم امك ايضا وتكرم امك، لكن جزاك الله يعني خير. انت تاكل امك جائعة، حرام عليكم يا ناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصل الامر الى هذا الحد. كان الرسول عليه السلام يقول: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك. الجيران، تعاهد جيرانك يا أبا ذر. فهذه أمه يقول لها زودي الطبيخ شوية، والطبيخ موجود الحمد لله. حتى نغرف لأمي طبختها، قلت لا ما زود. طب أنا أعطيها طعامي، تقول لا ما تفعل. تزوج عليها يا أخي، زال الأمر غير عتبة بابك إذا كانت بهذه الصورة. حسبنا الله ونعم الوكيل.